السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي شهوة جيجي. نقدم لكم اليوم مسمن معمر بعجينة رائعة كتجي مورقة بحال العجين المورق ولا لاباط فويتي. هاد العجينة هي المعتمدة عندي، كتجي اكثر من رائعة، وكنتمنى تنال اعجابكم بمقادير بسيطة جدا. وبقاو معايا باش تشوفوا المكونات والمراحل. نبداو على بركة الله. غنحتاجو تقريبا كيلو ديال الدقيق الفورس، يعني الدقيق الابيض، مع ربع كيلو ديال الفينو، دقيق القمح الصلب اللي كيكون رطب، واحد شويه ديال الخميره ديال الخبز، غير الراس ديال المعلقه صغيره، ما نكتروش لان ما خصوش يخمر لنا بزاف، واحد تقريبا معلقه كبيره ديال زيت نباتيه، نزيدو واحد الملعقه صغيره ديال السكر، شويه ديال الملحه كتبقى على حسب الذوق. هادو هما المقادير. غادي نجمع العجين ديالي بالماء الدافئ، غنبدا من الوسط باش ندوب هذيك شويه الخميره مع السكر، عاد غادي نبقى غادا حتى تجمع ليا تكون ليا عجينه اللي تكون متماسكه باش نقدروا نتحكموا فيها. من بعد ما تجمعت لي العجينه غنبقى نرش عليها شويه الماء، وغادي ندخلو فيها مزيان حتى نحس بها رطبت ليا شويه، ما تكونش جاريه، غير نحس بها بانها ارطبت. غنستمر على هاد العمليه وغادي ندلكها واحد شويه باش تولي رطبه اكتر، باش نتحكموا فيها كما بغينا. كما كتلاحظوا معايا راه هي ما كتلصقش، راه ما جارياش، ما كتلصقش في الايد، يعني بدات كترطب معايا. غنستمر في الدليك ديالها تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. صافي تكون وجدات معنا. صافي كما كتلاحظوا راه ولات رطابت مزيان. وغنشكلها كويرات صغيره. صافي غادي نستف الكويرات ديالي في واحد البلاطو اللي غندهنهم بشويه ديال الزيت باش ما يلصقوش. غنستمر على هاد العمليات، هنكمل العجينه ديالي كامله. غادي ندهنهم من الفوق بالزيت باش ما تكونش لينا ديك القشره اللي كتكون قاصحه الا خليناهم عريانين. ضروري ما نغطيوهم بواحد البلاستيك غذائي، وغادي نخليهم يرتاحوا تقريبا واحد 10 ديال الدقائق على حسب الحراره ديال المطبخ. من بعد ما ارتاحوا غادي ندوزو باش نشكلوهم على حسب الاشكال اللي بغينا. انا غنعطيكم واحد 3 ديال الاقتراحات. غادي ندهن السطح ديال العمل ديالي بالزيت، وغادي نحاول نورق هذيك العجينه ديالي، نحاولوا معاها حتى نورقوها مزيان باش ما تجيناش معجنه من الداخل. غادي ندهنوها بواحد شويه ديال الزبده المذوبه، ما نكتروش بزاف باش ما يجيش ميدم. غادي ناخذ القطعه ديال البيتزا، نقطع بها الجوانب. الطريقه راه واضحه في الفيديو، ما غاديش نقطع، غنخلي الوسط نخليه، ما نقربش ليه، غير الجوانب. الا ما عندناش هذيك الجراره نقدروا نستعنوا غير بالسكين. هنا عندي حشوه اللي بغيتو، يعني اي حشوه عندكم. انا هنا دايره شويه ديال الفيرميسيل مع شويه ديال السمك. اي حشوه عندكم. ان شاء الله فيديوهات قادمه غندير لكم حشوات مختلفه. المهم غنستمر انا في هاد العمليه كما كتلاحظوا باش كيجي المسمن مورق، كيجي فيه داك الطبقات باينين. هذا هو الشكل ديالي الاول، كيجي على شكل مربع. ندوزو للشكل الثاني، حتى هو غادي نورقوه بحال الاول. غادي ندهنو بشويه ديال الزبده،
ندير الحشوة ديالي في الاول. راه الفيديو واضح. هاد الشكل غنديرو على شكل سيجار. غادي نغطي الحشوة ديالي هي الاولى، عاد غادي نطوي هذوك الجوانب باش ما تخرجش ليا من الجناب. غادي ندهن شويه بالزبده وغادي نحاول هكا ندورو على شكل سيجار. صافي هذا هو الشكل الثاني ديالي. ندوزو دابا للشكل الثالث. غنحاولوا نورقوا العجين على شكل طولي، غندهنوها بشويه ديال الزبده، نوضعوا الحشوه في الوسط ونحاولوا نلفوها على داك العجين وندوروها على نفسها على شكل محنشه. دابا غادي نستف هذوك المسيمنات ديالي في واحد الصينيه اولا لاطه اللي كتدخل الفرن، تكون مدهونه بالزيت. غادي ندهنهم بواحد اصفر ديال البيضه مع قطرات ديال الخل. هنا التزيين كيبقى اختياري على حسب الرغبه وعلى حسب اللي موجود عندنا. صافي غندخل اللاطه ديالي الفرن يكون ساخن من قبل. ملي غادي ندخلوها غادي نمهلو عليها مزيان باش يطيب على خاطرو، ومنين يتحمر من التحت غنهبطوه اولا نشعلو عليه من الفوق باش ياخد لينا هذا اللون الذهبي. وصلنا لنهايه الفيديو. هذا هو الشكل النهائي ديال المسمنات ديالنا. نقدروا نحضروهم على مائده الكوتي او على مائده الافطار في شهر رمضان المبارك ان شاء الله. كنتمنى ينال اعجابكم. تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم ولي جيم باش هكذا تحفزوني باش نعطي اكثر واكثر. وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم في فيديو قادم ان شاء الله.